كاملين كنعانيو من ستريس في الامتحانات، سواء قبل الموعد ديالهم او لو حنا كندوزوهم. وكتزاد ديك الخلعة الا كان الامر عنده علاقة بشي امتحان اجهادي، سواء كان ثالثة اعدادي جهوي او وطني. وهادشي يقدر يدمر كاع داك الجهد اللي كنا كنبذلوه طول السنة الدراسية باش نبريباريو لداك الامتحان بالضبط، وننساو كاع داكشي اللي كنا حافظين بسبب الخلعة والستريس. داكشي علاش خاصنا نتعلمو كيفاش نتغلبو على هاد الستريس وهاد الخوف قبل من الامتحانات. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، نخليكم مع الانترو ونبداو. السلام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا في المقدمه، الموضوع ديالنا اليوم هو الستريس والخلعه والخوف من الامتحانات، سواء متعلق الامر امتحانات اجهاديه في الدراسه او امتحانات عاديين ديال وسط السنه الدراسيه، او مام الا كنتو بغيتو ندوزو شي بيرمي شي كونكور. فراه هاد الخلعه هادي كتكون سواء كان داك كونكور شفوي ولا كتابي. داكشي علاش اليوم غنتعلمو كيفاش نيفيتيو هاد الخلعه وهاد الستريس ونضمنو نتائج ممتازه باذن الله. اول حاجه خاصنا نورماليزيو هاد ستريس او هاد الخوف اللي كيجينا قبل الامتحانات، حيت راه شي حاجه عاديه. العقل ديالك كيكون مكونسونطري مع واحد الموعد غادي يدوز فيه واحد الامتحان اللي خاصو ينجح فيه. ولكن امتى كيكون المشكل هو اذا كانت هاد الخلعه هادي زايده على الحد ديالها. فكما كنقولوا اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. ديك الخلعه مزيانه الا كانت قليله، فهي كتبين انك انت راه مهتم بداك الفرد وانك بصح ناوي على النجاح وباغي توصل. ولكن الا كانت كثيره فهي غير كتخرج عليك وكتهدم كاع داكشي انت اللي كتبني فيه. داكشي علاش باش نحيدوها نتبعوا بعض الخطوات اللي غتسمعوها دابا. اول حاجه خاصنا نبدلوا الفكره على كلمات الامتحان. حنا فيما كنسمعوا كلمه الامتحان من الفرض او لا كونكور او لا شي حاجه بحال هكا، كنحسوا بواحد الخلعه شكل، حيت حنا معلقين كلمه الامتحان بفشل او نجاح، وديما كنبقاو نطلعوا البورسونطاج ديال الفشل على النجاح. فحنا عندنا امتحان انه شي حاجه خايبه اللي ما حاملينهاش. شحال مره كتكون غادي دوز شي فرض او شي امتحان اجهادي ولا شي كونكور بيانوي كلكو سوا، كتكون غادي وكتقول يا ربي تاجل الفرض اولا يا ربي طرا لي شي حاجه نمشي ندوز الفرض. ها انت طرات لك شي حاجه غتبدل شي حاجه، بالعكس غادي غتاجل الموعد ديال الفرض. يعني حنا كنمشيو حنا كارهين داك الامتحان، كنمشيو حنا ما حاملينوش. بالعكس خاصنا نبغيو داك الامتحان، نعتبروها ماشي كشي حاجه اللي غادي تطيحنا، نعتبروها شي حاجه اللي تحدي بالنسبه لينا اللي غنختبروا فيها راسنا ونعرفوا واش بصح حنا كابابل في داكشي اللي كنديرو او لا. خاصنا نبغيو الامتحان، نمشيو لذاك الامتحان او الفرض او الكونكور او البيرمي كما كنقول، نمشيو ليه وحنا متحمسين وباغيين نتحداو راسنا ومتوقعين نعرفوا شنو كاين في دوك الاسئله، شنو كاين في دوك لي كيسيون اللي كاينين في داك الفرض. واش داك السؤال نكون بريباريه مزيان. يعني خاصنا حنا نكونوا متشوقين ومعتبرينه على شكل تحدي، بحال شي عقبه صغيره خاص ضروري تدوز منها قبل ما توصل للهدف ديالك. تاني حاجه خاص تحط علاش انت غدوز داك الفرض. ماشي غندوز الفرض باش نجيب نقطه باش ننجح صافي باش نطلع العام الجاي، لا خاصني نجاوب على داك الفرض، خاصني نتعلم من الاخطاء اللي غندير فيه، خاصني نشوفوا انا كابابل، خاصني ندوز داك الامتحان حيت انا باغي نختبر راسي كما قلت شحال من مره، ماشي حيت انا خاصني عاد ندوزو صافي. هذه اول حاجه. تاني حاجه نقدر ننصحكم بها هي انكم تجربوا الوضعيه ديال الامتحان من قبل، سواء غادي دوز امتحان عادي، امتحان غادي تقدر تجيك عاديه حيت راه من سنه اولى ابتدائي وحنا كندوزو في الامتحانات والفروض وعارفين كيفاش كيدوزو. ولكن اذا كان مثلا شي امتحان اجهادي او لا شي كونكور شي حاجه بحال هكا، فمن الاحسن نجربوه قبل.
بضرب مثال الامتحانات الإجهادية، فكيكون عندهم واحد الوقت محدد، وكيكون عندهم يعني كما قلت حاجز زمني اللي يقدر حنا نهار الامتحان يجينا في شكل. يعني شنو خاصنا نديرو؟ ناخدو امتحانات من سنوات قديمة اللي ديجا مجاوبين عليهم الطلاب اللي ديجا دازو، وناخدو داك الفرض ونديرو المينيتور، نديرو التوقيت اللي محدد لداك الفرض ونجاوبو عليه بحال حنا كاين وسط داك لونفيرونمون. نحيدو التليفون، نحيدو باسي، نحيدو التلفازة، من الافضل تكون في بلاصه بوحدك مكونسونطري. الا كان عندك شي صحابك يمثلوا معك انهم راه كيدوزوا نتا هما شي فرض بلا ما تضحكوا بلا ما تزوروا بعضياتكم، وتحس تحط راسك في داك الموقف باش هكا المخ ديالك يكون متعود على ديك السيتوياسيون، وفاش تحط فيها في ارض الواقع ما غاديش تجي شي حاجه غريبه او شي حاجه اللي كتشوكيه ويحس بداك ستريس وديك الخلعه الزايده. اولا مثلا كان كونكور شفوي مثلا، نجيبو ناس كنعرفوهم، نقدمو داكشي بغا نقدمو، مثلا بغا نقدمو شي خدمه نعرفو براسنا قدام شي حد، ونمثلو ان في ديك الواقعه بالضبط، نمثلو ديك الواقعه بالضبط، يعني ماشي نديروها بالضحك ولا شي حاجه، باش هكا كما قلت العقل ديالنا كيتعود على ديك السيتوياسيون، وفاش كتحط فيها كتجي شي حاجه لي نورمال واللي ديجا عاشها وداز منها ويحس بدوك الاحاسيس ديالها، وهكا غادي تزيد الثقه ديالك في راسك. وهنا غنجيو للنقطه الثالثه اللي هي الثقه في راسك. ثق في راسك وكون واثق من انك غادي تجيب داك الامتحان او داك الكونكور او داك البيرمي او لا كيلكو. ولكن كيفاش كتزيد الثقه؟ ممكنش تثق في راسك وانت ما عمرك ما زيدتي كتاب، عمرك ما رحتي لداك الكونكور، عمرك ما جربتي الاحساس ديالو. ما يمكنش تجيك ديك الثقه الا وانت بريباري. يعني ضروري ان تكون موجد باش تجيك ديك الثقه في النفس وديك لا كونفيونس اون سوا. ففي جميع الحالات ماشي غير القرايه او لا في الامتحانات، فراه العقل ديالنا باش يثق في راسو او لا يفرز دوك الهرمونات اللي كيخليوك تثق في راسك، خاصو يشوف الحاجه. فراه نقدر نقول مثلا انا مشيتي قدام المرايه وكتقول انا ثق في راسي، قدر شويه تبدل لك شي حاجه، ولكن هذه ماشي سيغ 100%، حيت العقل ديالنا ما كيتاثرش بالهضره، كيتاثر بالتصديق. باش تثق في راسك انت كتقول انا انسان صحي وشي حاجه بحال هكا، بقيتي عاد كتقول في المرايه راه ما عندها باش تفيدك. ماشي بحال الا العقل ديالك راح انك بديتي تاكل ماكله هيلثي، وليتي كتمشي دير سبور، كدير الورك اوت ديالك، كدير اكسرسيس سبورتيف ديالك، كدير واحد المجهود فيزيك. هادشي كيخلي العقل ديالك يحس بك انك كدير شي حاجه باش ديفلوبي راسك، وهكا غادي تثق في راسك. نفس الحاجه مع الامتحانات، الا كنتي بريباري وموجد وعشتي هاد التجربه من قبل وشحال من حاجه، اوتوماتيكمون كيكون عقلك ثقة في راسو، كيبقى عندك ستريس القليل اللي كتبقى تقول شنو يكون في الفرض، شنو ندوزو، وهذا اللي كيكون عادي ونورمال وغادي تعيش معاه. ولكن تسولوني كيفاش نبريباريو، انا نعطيكم بعض النصائح اللي غادي تخليك تبريباري مزيان ويكون نيفو ديك بريباراسيون مزيان، وديك بريباراسيون تكون صحيه ليك وتعطيك ثقه في النفس ماشي تفشلك. اول حاجه فاش كنبغيو نقراو نبريباريو اي حاجه كما كتكون، سواء قرايه سواء كونكور سواء اي حاجه في الحياه ديالنا فيها شي امتحان يعني خاصنا نتجاوزو باش ندوزو، فراه خاصنا نكونوا فتكونوا كنبريباريو ليها، نكونوا في حاله من الاسترخاء، يكون عقلنا خايب من كيفكر في شي حاجه من غير داك لوجيكتيف ديالنا، من غير داك الهدف ديالنا. ما نكثوش عليك سوم القياس، حيت كما كنقول اذا زاد شيء عن حده ينقلب الى ضده. يعني ماشي نكون عقلنا عامر غير بداك لوجيكتيف بوحدو، خاص نفكروا فيه بعقلانيه، ماشي نتاثروا به ونوليو اوبسيس واحد الدرجه بزاف اللي كتزيد غير الخلعه. يعني عقلنا خاص يكون خاوي وكيركز داك الهدف اللي باغي يدير بعقلانيه. هذه اول حاجه يعني وانت كتبريباري. ثاني حاجه خاصك تنظم وقتك. كنصحكم بالطريقه ديال البومودورو، يعني سواء اي حاجه كدير في حياتك راه زوينه هي، حيت كتقرا اولا كتبريباري 25 دقيقه وكترتاح 5 دقائق، يعني العقل كيبقى ديما نشيط. وديك الاستراحه كنصحكم فيها انكم ما تنسوش التليفون، غير تشربوا الماء، هكا تحركوا شويه في الدار، وعاوتاني تكملوا بريباراسيون ديالكم من بعد. يعني طريقه كتخلي ان العقل يكون ناشط. تنظم وقتك، تنظم امبلوا ديالك دو طون. يعني باقا مثلا دابا شحال نكونوا باقا قل من 50 يوم سواء الجهوي الوطني
او حتى الامتحان الاجهادي ديال ثالثه اعدادي، يعني مبقاش الوقت، هو باقي الوقت، يعني اللي باقي مبداش يقدر يبدا يعني، ولكن اللي باغي يبريباري على خاطرو يعني ما يكونش مزروب ما يكونش مستريسي راه يبدا من دابا. وحاجه اخرى هي انهم تنظموا وقتكم، يعني ديروا امبلوا دو طون، يعني هيا شنو غندير، ها شنو غندير شنو غندير شنو غندير كل نهار، ولكن مابقاوش تكونوا لوجيك في داك لي زامبلوا ديالكم. مثلا انا الماط غندير فيها سيمانه صافي هذه كافيه، يعني خاصنا نكونوا لوجيك في لي زامبلوا دو طون اللي كنديروا وفي البروغرام ديال البريباراسيون ديالنا، ويكون داكشي غادي عندنا بسلاسه ومنظم. وهكا فاش غادي تقرا، فاش غتصايب داك النهار ولا ديك السيمانه ولا داك الشهر، غادي تقول انا بريباريت مزيان، يعني كان وقتي منظم، ماشي حقيقتي مرة تقراو هاد وقيته هادي، مرة تقرا هاد وقيته هادي. كل مرة مثلا تقري تهز الكتاب تبريباري شي حاجه ومن بعد تقرا كاتنا باش تبريباري شي حاجه اخرى، فهادشي غيخليك انك ما تكونش حاس براسك شاد، حاس براسك بحال العقاري ما حافظش، بحال كلشي داكشي نسيتيه. وهادشي كطرنا كاملين فاش نكون نتا عندنا شي فرد كنقولو كنحس ما حافظش، واخا نتا راه عييتي ما تبريباري، ولكن هادشي يقدر يجي سواء من عقلك انه كيخدعك، سواء من انك بريباريتي بطريقه خاطئه وماشي صحيه. وحاجه اخرى انكم ما تبقاوش تفلاو في القرايه، يعني وقت القرايه قرايه كنبقاو مركزين على ديك الحاجه اللي كنديرو، كنقراو كنبريباريو كنديرو اي حاجه كنحفظو اي حاجه كنديروها خاص نكونوا مركزين فيها، ماشي نبقاو نتفلاو تكتب كلمه هنا تحفظ كلمه هنا تمشي تدور في الدار هز التليفون شويه سكرولي عشان يخرج عاوتاني يكمل المراجعه. راه داك الوقت اللي كتقطع فيه التركيز ديالك عقلك يلاه كيبغي يبدا يفرز الهرمونات ديال التركيز ويبقى مركز، كيقطع عليه التركيز وكيبقى منهي واجي عاوتاني يجمع التركيز ديالو. داكشي كنصحكم فاش تكون مثلا كتبغيو تبريباريو شي حاجه، بداو بشي حاجه سهله باش عقلكم يلاه كينشط، عاد ديك الساعه دخلوا في المعقول كما كنقول. حاجه اخرى هي قراو في بلاصه منظمه، يعني ولا بريباريو في بلاصه منظمه، فانا مكنش على قرايه كندوي على اي امتحان غدوزو في حياتكم كامله. البريباراسيون ديالكم تكون في بلاصه نقيه ومنظمه، ماشي بالضروره تكون بيرو وبيت وما عرفت اشنو، يقدر كتبريباري عا في صاله مونجي ديالك في الصالون، ولكن بلاصه اللي كتبريباري تكون منظمه، سيواتكم قادين كتباتكم قادين داكشي ديالكم قاد، يعني ماشي تقطع الوراق هل لي ديشي ديال شي حاجه اخرى، هل الماكله هذا داكشي كيخلي على العقل يتشت وكيبقى يشوف داكشي وما كيبقاش مركز مع القرايه ديالك وما كيعطيكش واحد الاحساس بالراحه وانت كتقرا اولا كتبريباري. داكشي علاش نظم بلاصتك، ولا كان عندك بيرو ولا بيت فنصحك انك ديكوري البلاصه ديال القرايه ديالك، البيرو ديالك تكتب فيه شي كلمات محفزه، شي ايات قرانيه يعطيك موتيفاسيون، شي تصاور هذا اللي تموتيفيك اكثر واكثر، وتكون ديما بلاصتك نقيه. ما تبدا القرايه تكون داكشي ديالك منظم وبلاصه ديالك منظمه، يعني ما تبداش بريباراسيون تكون داكشي ديالك كامل مقاد وناضي. و اباز من البريباراسيون دوزو واحد النقطه اللي مهمه بزاف بزاف باش نتجنبوا الخلعه اولا ستريس في الامتحانات، هي خدم على عقليتك، خدم على المايند سيت ديالك، انك تكون ديما بوزيتيف، كتكون ايجابي. هي ما غاديش نكذبوا على راسنا ونقولوا ان خاصنا نكونوا ديما ايجابيين، ولكن يكون ايجابي في كل شيء، ماشي تقول هذا الفرض باين غيكون صعيب، لا بالعكس نقولوا مثلا ان شاء الله هذا الفرض يكون في المستوى بحال هكا، يعني بقى تقول انا ما قادرش، انا ما فياش، ولا انا اصلا واخا نحفظ ما غاديش نجي مزيان. لا نقولوا علاش ما نقولوش اني انا نقدر نخدم ونجيبها بدراعي، انا نقدر الا بريباريت نقدر ننجح، خاصني غير نبذل بجهد. هكا كنبدلو العقليه ديالنا وكنكونوا بوزيتيف اكثر واكثر. وحاجه اخرى هي انكم ليله الفرض، يعني خصوصا الا كان مثلا امتحان اشهادي ولا امتحان عادي، ولكن كنركز بزاف على الامتحانات الكبار، امتحانات اشهاديين دي كونكور لي كبار، شحوت اللي عندهم واحد الافي كبير في حياتك، يعني بحال كيحددوا المصير ديالك بواحد الناحيه شويه شويه. فهو انك ديك الليله ديال داك الامتحان انك تنعس مزيان، تاخذ اومون 3 سوايع ديال الناس ياك، و تاكل مزيان، حيت راه الصحه النفسيه ما كتحضر الا الا كانت الصحه الجسديه حاضره، كما نقولوا العقل السليم في الجسم السليم. واخر حاجه هي انكم توكلوا على الله، توكلوا على الله وديروا ثقتكم في الله، فمن ظن بالله خيرا وجده، يعني ماشي تقول لا انا
ما كنظنش غادي يسر لي ربي في هذا الشيء، لا كنظن اني ما غاديش نجيب نقطه زوينه، لا انا كنظن اني ما غاديش نجيب هاد البريبا، هاد الفرض هذا اولا هاد الامتحان الاشهادي هذا. بالعكس راه ربي باش يشوف كتقولوا بحال هكا كيعطيكم على قد كلمتكم، ماشي بحال الا بغيتوها كبيره فربي غادي يجازيكم على حسن ظنكم به. يعني ديما ظنوا بالله خيرا وما تبقاوش تشائموا، تكونوا بوزيتيف ديما. وحاجه اخرى انكم تصليو الفجر داك النهار. هي راه الفجر خاصكم ديما تكونوا كتصليو، ولكن داك النهار اللي يكون عندك شي امتحان شي حاجه فيق بكري، صلي تهجد، صلي الفجر، قرا قران، فراه الله سبحانه وتعالى هو اللي غيسر لك كلشي. فراه الا مبغاش الله سبحانه وتعالى انه يسرك في شي حاجه راه ما تيسر لك وخدي هادشي كامل وكثر كاع. وكنصيحه اخيره واخا فعلا قلت لكم ان هذه اخر حاجه، ولكن نفترض درتي هادشي كامل وفي الفرض ما مشيش مزيان، فهادشي مخصوش يمنعك من انك تتبع الاحلام ديالك. فراه كلشي بخير فيها خيره، واي حاجه كتب عليك الله سبحانه وتعالى الا هي مزيانه، وانك دير بالاسباب والباقي على الله سبحانه وتعالى. وإلا ما جبتيش داك الامتحان ولا عاودتي العام ولا مشيتي داك الكونكور ولا البيرمي تا هو ولا اي حاجه، فراه ثق بالله وعاود توصل داك الحلم ديك. وإلا ما كانش ميسالك فيه جرب شي حاجه اخرى تصدق لك ان شاء الله، وثق بالله. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. كنتمنى تكونوا استفدتوا. نتلاقاو في الفيديو الجاي.